السلام عليكم البنات، كدايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. البنات جيت للباديه ان شاء الله غادي نديروا واحد الحرشه نتاع الطحين ديال القمح، وغادي نديروا هاد العشبه هادي سميتها كحيله كيديروا بها الحرشه، ريحتها زوينه تبارك الله. وهذه هي الوقيته ديال هذا الربيع، وغادي نديروا بها الحرشه هاد الصباح وبغيت نشاركها معكم. وحتى نقيوها عشيبه بعشيبه تبقى غير داك العميدات اللي قاصحين هادوك، يعني ما غاديش نستعملوهم. غادي نحيد غير هاد الوريقات هادو. وكما قلت لكم الطحين ديال الزرع ديال القمح، واللي بغى يديرها بالسميده يديرها بالسميده. المهم هي كتجي ديال الطحين ديال الزرع ديال الدار، ويكون شويه مسمد حرش، ما يكونش رطب. ومن بعد ما غسلناها البنات ودقيناها في المهراز، واللي بغى يطحنها في مونينيكس، المهم حنا غير دقيناها غير في المهراز، ما خصهاش ندق بزاف، يعني تبقى شويه. وغادي ندير الزيت يعني بحال الحرشه عادي، ونزيد الملحه غير الملحه. صافي ما ندير في هاد الحرشه حتى شي حاجه غير الملحه والزيت وهاد العشبه هادي صافي، ونجمع بالماء ان شاء الله. حتى تدخل مزيان في داك الطحين، هاد العشبه هادي والملحه وداك الزيت. ونجمعها بالماء. تتجمع مزيان حتى ما يبقاش الطحين، تنجمعها مزيان. وغادي نقرصها. حتى تقرص مزيان، ما غاديش نخليها غليظه بزاف، يعني شويه مهيان. ونديرها الطيب دابا.
ومن بعد ما طابت هي هذه البنات. ونديروها رفيسة بالزيت البلدية، حاجة صحية البنات وطبيعية ديال البلاد. كما قلت لكم غير بالطحين ديال الزرع ديال الدار بالقمح مسمد، ماشي رطب، يعني يكون مسمد. ونزيد الزيت البلدية البنات الكافي ديالها اللي غادي ندير فيها. تبارك الله كتجي فيها واحد البنة واعرة بهاد العشبة وحاجة زوينة كما قلت لكم، حاجة طبيعية. واتاي البنات والحرشة ديالنا اللي وجدات الزيت والزيتون. وهذا الفطور ديالنا البنات شاركته معكم. وكنقدمها لكم بالصحة والراحة ان شاء الله، وتكون نالت الاعجاب ديالكم. حرشة بلدية البنات هي هذه.